دي هي منى، بنت عندها 16 سنة، حلوة وشاطرة وذكية ومفيش من أمها اتنين، يعني حاجة كده فول اوبشنز وحلم لأي سنجل بايز زيك كده يا صديقي الأوتاكو. وعلشان كده أي حد بيشوفها بيقع في حبها، ما عدا الواد العاق كورة زميلها الشاب الانطوائي البائس اللي بيعتبرها مش موجودة في الوجود أساسا. فطبعا منى الفاسقة بتتجنن وبتبقى عايزة تلفت انتباهه بأي طريقة. بيبدأ الأنمي في المستشفى، وبالتحديد في اليوم اللي اتولدت فيه منى. كانت أجمل طفلة موجودة في الحضانة، وكل اللي كان بيشوفها كان بيقع في حبها. ولما كبرت البنات والولاد كانوا بيحبوها لان البت قمر وكيوت في نفسها كده. ولما بتدخل المدرسه الابتدائي كانوا كل الولاد بيقعوا في حبها، لدرجه انها لما بتلعب معاهم استغمايه كلهم بيقفوا ويقولوا لها والنبي امسكينا يا فنانه. الله يخرب بيت كايتك يا نجمه. وعلشان كده من صغرها اتعودت انها محاوطه بالمعجبين، وان كل اللي يشوفها يقع في غرام اللي جابوها، لدرجه ان كل اللي حواليها بيسموها ملكه النحل. وده لان النجمه محاطه بالرجاله طول الوقت. لحد ما بتكبر وبتدخل المدرسه الثانوي بتفضل برضو نظرات الاعجاب تلاحقها، لانها بتبقى اجمل بنت في المدرسه، وبيبقى عندها شعبيه كبيره بين زمايلها والكل بيحبوها. وحرفيا كل الولاد الموجودين في المدرسه نفسهم يرتبطوا بيها، ما عدا الواد العاق كوره اللي بيكرف لها. ولما بتيجي تقول له صباح الخير بيبص لها بقرف وبيرد عليها غصب عنه. بصراحه الفنان شكل كده وسامته مقويه قلبه، لكن منى ما بيفرقش معاها وبتكمل كلام معاه، وبتساله وبتقول له هو انت ليه مش لابس يونيفورم المدرسه بتاعتنا؟ فبيقول لها خليكي في حالك يا فنانه، وبيطير جبهتها. وبتفضل ترغي معاه لحد ما بيجيب اخره منها، وبيقول لها بص بقى يا نجمه انزلي من على دماغي، انا اصلا صوتك بيعصبني ومش طايق اشوف وش امك. لدرجه ان الفنانه كرامتها بتتبعتر في الارض، فبتلم الباقي من كرامتها وبتقعد. وطبعا كل الولاد اللي في الفصل بيبقوا هيتشلوا من تصرفات كوره، وبيقولوا له يا فاري حد يكرف لبنت في حلاوه ومزازه منى. وكلهم بيفضلوا يحسدوه لان منى مهتمه بيه، وهو كده كده اصلا مش فارق له ومش معبرها. لا ومش بس كده، لا ده كمان يا صديقي الاوتاكو الواد ابن الجحده بيبقى بيطيق العمى ومش بيطيق منى. في الوقت ده بتفكر منى في طريقه تشقب بيها كوره، وبتبص عليه وهو بيلعب في الموبايل. بتشوفه بيتفرج على صور قطط، فبتساله هو انت بتحب القطط؟ فبيقول لها مالكيش دعوه مالكيش دعوه خليكي في حالك. فبتفضل تنونوله، فبيقول لها ما تخرسي بقى يا كيوت انتي، انا مش طايق اسمع صوتك. وبيكسفها للمره العشرميه، وطبعا شكلها بيبقى عره قدام باقي زمايلها، وبيبقوا كلهم هيموتوا ويكلموها ويصوروها. بتفضل منى تفكر وتقول لنفسها انها عاشت طول عمرها الرجاله بتترمى عليها زي الرز، ما عدا ابن الجحده ده اللي مطنشها. وبتقول لا انا مش هسمح للمهزأ ده انه ما يعجبش بيا، ده انا منى الاموره المزه المجنونه. وبتقرر تطبق نظريات الشاطئ اللي تعرفها، وبتحاول تلفت نظر الفنان وبتخلي ماشي. وفجاه بتوقع نفسها، وبتكون معتقده ان الفنان هيبقى زي اي جنتلمان وهيجي يساعدها. بس الحقيقه الواد كوره الجاحد بيمشي ويسيبها تقع عادي جدا، بيبص لها بقرف ولا كانه شافها اساسا. وطبعا بيبقى شكلها شبه فرده الشراب المقلوبه، وبتتكسف جدا، بس برضه بتقول انا مش هسيبه ويانا يا هو الفاسق ده. بعدها بتمثل انها تعبانه، وبتطلب منه يوديها اوضه الممرضه، وهناك بتقول له انت بتاعي يا نجم بمزاجك غصب عنك انت بتاعي. وبتستغل الفاسقه الفرصه، وبتقول له انا وانت والشيطان تالتنا، ووالله ما هسيبك غير لما تحبني يالا. فالواد كوره بيتنح لها، وقبل ما يضعف بيبص لها بقرف كده، وفجاه بيقع وبيتكعبل فوقها ابن المجنونه. وبتكون هي معتقده بالحركه الفاسقه دي انها هتكسب قلبه، بس مفيش، الواد قلبه ميت ومش معتبرها انثى اساسا. بيقول لها قومي من فوق يا عجله انت قطعت نفسي. فبتتعصب وبتفضل تبكي، وتقول له طب هو انا وحشه؟ طيب انت ليه يا ابني مش طايقني؟ وبتقع من فوق السرير. فبسرعه كوره بيروح يطمن عليها، وبيسالها هو انت كويسه؟ فبتقول بس بدا يقلق عليا، يعني بدا يهتم بيا. وقبل ما تكمل الكلمه كوره بيزقها وبيقول لها عدلي هدومك يا فاسقه، وبيمشي ويسيبها. فبتستغرب من تصرفه، وبعدين بتقول في سرها الواد كوره ده متربي مرتين تقريبا، والاول مره بتحس انها بتحبه بجد، وده لما بتلاقي قلبها بيدق بسرعه وهو موجود، ومش بتقدر حتى تبص له. بتقول لنفسها انها غبيه، وبدل ما توقعه في حبها هي اللي وقعت في حبه. بتفضل الكلاون دي تفكر هتعمل ايه. وتاني يوم بتروح برضه تحاول تلفت نظره، وبتقول له صباح الخير. فبيبص لها بقرف وبيقول لها غوري من وشي غوري يا بومه. فبتقول في سرها الرجاله كلهم بيحبوا البنت الرياضيه، وبتحاول تلفت نظره وهما بيلعبوا في حصه الالعاب. لكن برضه الفنان بيمشي بمبدا اكرف للبنت تحبك وتموت فيك. فمنى بتقرر تطبق الخطه دال، وبتروح تغسل وشها قدامه، وبترش عليه ميه على اساس يعني تعمل فاري وشه وكده. لكن علشان هي حظها اسود هدومها بتتغرق ميه. وهنا الراجل اللي جوه كوره بيطلع وبيقلع التيشيرت بتاعه وبيديهولها. يا سلام عليك يا فخر الرجال انت. وحرفيا الحركه دي بتخطف قلبها اكتر. بس المشكله بقى ان الحربايه هيرو زميلتهم بتشوفهم وبتقول بس دول اكيد في بينهم علاقه. بعدها الفنان بيفتكر ان ريحه التيشيرت بتاعته كانت منتنه، وانه ما كانش المفروض يديها التيشيرت وهو معفن. بعد كده يا مدى وسنس اصحابه بيوقفوه وبيقولوا له تعالى هنا يا فاسق انت، هو انت ازاي بتعامل منى كده؟ انت حلوف يالا. وهنا يا صديقي الاوتاكو بنكتشف مفاجاه، وهي ان الفنان مش جبله زي ما احنا معتقدين، وانه بينهار من الداخل لما بيشوف البت منى، لكنه ما بيقدرش يعبر لها عن حبه. وده لانه
انه وريث معبد، يعني الراجل متدين ومالوش في الحوارات الفاسقه دي، وبيفضل يجلد في نفسه ويقول ان لولا المعبد وابوه وامه كان زمانه مرتبط بالبت منى الجامده دي. تاني يوم منى بتجيب له التيشيرت وبتقول له انا غسلته علشان كانت ريحته تقرف، وبتقول له بحط مزيل عرق بعد كده يا معفن. فبيقول لها تصدق يا بت انت ما تربيتيش، انا غلطان ان عبرتك من البدايه اصلا. فبتقول له وراك لحد ما تحبني وتموت فيا كمان. وتاني يوم بتصحى من النوم وهي حالفه لا تجيب كوره ابن ام كوره للارض. بتصحى وبتتشيك وبتروح على المدرسه، بنشوف حتى الكلاب اللي في الشارع بتحبها، سبحان الله يا جدع. فبتقول في سرها ان في كلب واحد بس لسه ما وقعش في حبها، وطبعا مش هقول لك على اسمه، مش هقول على اسمك يا كوره. لما بتوصل المدرسه بيجي معاد حصه الرسم، وعلشان كوره حظه فقري بيكون في نفس الفريق مع منى، وطبعا بيفضل يجلد في ذاته ويقول انه مش هيقدر يقاوم جمال امها، لكنه مضطر يفتكر ان اهله ناس محافظين وانه المفروض وريث المعبد ومش هينفع يعمل حركه فاسقه كده ولا كده. بس المصيبه بقى ان البت المنحرفه منى بتفضل تغريه وتعمل حركات فاسقه شبهها، والواد مش بيبقى عارف يعمل لها ايه. فبيقول لها تهدى الله يحرقك يا شيخه، انت ابليس ولا ايه يخرب بيت امك. فبتقول له كتاب الله يا جدع ما هسيبك غير لما تقول لي بحبك يا منى. فالواد وشه بيحمر من حلاوه امها، لكنه مش بينطق بحرف برضه، وكل الولاد الموجودين بيحقدوا عليه وبيقولوا له يا ابن المحظوظه يا فوزي. لكن الواد كوره بيتماسك وبيقولوا انه هيركز في الرسمه وبس. في نفس الوقت البت منى بتلاحظ ان هيرو زميلتهم الحربايه قاعده مركزه معاهم، فبتقرر منى تغيظها وبتسال كوره سؤال فاسق، فكوره كالعاده بيتجاهلها ومش بيعبرها، فبتتضايق وبتجري وبتسيب له الفصل بسرعه، وبتفضل تفكر في نظراته وبتقول لنفسها يا جدع ده انا لو كنت قتلت ابوك كنت مستحيل تبص لي كده، هو الواد ده بيكرهني ليه؟ وبعدها بتلمحه رايح المكتبه، فبتقول بس يبقى الواد ده دودة قراءه وهعرف اشقطه لو عملت لوك البت المثقفه. وفعلا بتروح وراه على المكتبه وبتقرب منه وبتختار الفنانه الكتاب اللي هو بيختاره، وده طبعا علشان الفاسقه تمسك ايده. وطبعا الكلام ده مش بيجيب مع كوره الجاحد وبيبص لها بقرف وبيقول لها غرب الكتاب وبيسيبها وبيمشي بسرعه. بتشوف ان البت هيرو برضه بتراقبهم، فبتتاكد من البت دي معجبه بكوره وبتحلف انها مش هتسيبه لحد. بتروح تقعد جنب الواد وبتعتقد ان كوره هو كمان معجب بهيرو. لكن تفتكر يا صديقي الاوتاكو الكلام ده بيجي سكه مع منى وهتتكسف على دمها مثلا؟ لا طبعا، الفنانه بتفضل لازقه برضه في كوره وبتقول ما هو انت هتحبني يعني هتحبني بمزاجك غصب عنك هتحبني ازاي مش عارفه. بس الواد بيكرف لها برضه، فبتقرر وقتها تراقب هيرو وبتقول ان لو البت هيرو دي نوعه المفضل من البنات فهي هتشوف هيرو بتعمل ايه وهتقلدها، وده ممكن يخلي كوره يعجب بها ولا حاجه. ولما بتراقبها بتلاقيها بنت عاديه جدا وعلى الله حكايتها وبتفضل متضايقه. بعدها بتقرر تطلع تشم هوا في سطح المدرسه، وهناك بتلاقي المعلم قاعد بيتشمس، فبتقول له فرصه احنا لوحدنا والشيطان تالتنا اهو. لكن الواد كوره اول ما بيشوفها بيقول لها يخرب بيتك يا فاسقه ايه اللي جابك هنا. وفجاه الهوا بيرفع هدومها، فالواد المؤدب بيغمض عينه، لكن هي بتتكسف وبتجري بسرعه من قدامه وبتعرف انها ابتدت تحبه بجد. بعدها المدرسه بتقول لهم انهم هيكونوا فرقه علشان تشارك في النشاط الجاي، وبتتفاجئ منى ان هيرو هي اللي معاها في نفس الفريق. واول ما بيقعدوا سوا الفنانه منى بتقع بلسانها وبتسال هيرو هو انت معجبه بكره؟ فهيرو بتقول لها لا، فبتستغرب منى وبتقول احسن علشان انا معجبه بيه. ومن غير ما تحس بتعترف انها معجبه بكوره. وقتها البت هيرو بتفرح لان منى اعتبرتها صاحبتها واعترفت لها بحاجه زي دي، وبتقول لها انها هتساعدها في انها تشقطه. كتر خيرك يا فنانه والله، مش عارفين نودي جمال امك فين. تاني يوم بتفضل منى تجلد في نفسها وتقول انها ما كانش ينفع تعترف بحبها الكوره قدام هيرو، وخصوصا انها مش متاكده من مشاعره اتجاهها، وكمان هي وهيرو مجرد زمايل مش اكتر. بس بيكون واضح ان البت هيرو ما صدقت ان منى تعبرها اصلا، وبتقترح على منى انها تلبس فساتين كيوت في المهرجان، وبتقول لها ان في اسطوره قديمه بتقول ان لو في واد وبنت مسكوا ايد بعض وهما ماشيين على ممر القدر بيقعوا في حب بعض. وبتقول لها اهي دي فرصتك بقى علشان توقعي كوره في حبك. وبتقول لها كمان انها هتستغل ان هي مديره المهرجان وهتخليها هي وكوره موجودين مع بعض طول الوقت. يا سلام عليك يا فخر الصحاب، انت في جهنم وبئس المصير مع بعض ان شاء الله. بتحتار منى ومش بتبقى عارفه تلبس ايه، يا ترى تلبس فستان كيوت ولا بدله رجال الشرطه ولا تلبس طقم الارنب المثير ده اللي هو انا مش عارف ايه ده. لكنها بتحس ان الطقم ده اوفر وانها مهما كانت من عيله محافظه وما يصحش تلبس اللبس الفاسق ده. لكن فجاه بتلاقي الفنان في وشها، فبتقول له انت مهزأ ازاي تدخل عليا كده من غير ما تخبط يلا. المهم انها بتتكسف وخدودها بتحمر زي البطاطسايه كده وبتستخبى، وفجاه بيسمعوا صوت حد جاي، فبتقول له تعالى يلا يا فاسق انت كمان استخبى بسرعه قبل ما حد يشوفنا. وبيفضلوا هما الاتنين مستخبيين في الدولاب. وقتها البت الفاسقه بتقرب منه وبتحضنه، والواد بيكون هاين عليها كلها شلوت يرميها بره. بعدها بيهرب بسرعه وبيمشي من قدامها، وحرفيا مش بيبقى قادر يقاوم جمال امها وبيكره نفسه لانه ورث المعبد. تاني يوم في المهرجان بتلاحظ منى ان كوره مش قادر يبص لها، فبتقول خلاص كده الواد دب في جمالي وما بقاش قادر يقاومه وخلاص هيعترف لي بحبه. وبتقول له صباح الخير، فبيقول لها صباح الزفت على دماغ امك وبيبص لها بقرف. بعد شويه بتيجي هيرو وبتقول لهم ان المهرجان خلاص هيبدا وانهم لازم يروحوا يروجوا للكافيه اللي فصلهم هيعمله، وبالتالي لازم منى وكوره يروحوا عند جسر القدر. ووقتها هيرو بتفكر
بتفكر منى بخطتهم وبتقول لها ما تنسيش لازم تمسكي ايده علشان يحبك. بتبدا منى تنفذ خطتها وبيروحوا الاول المخزن علشان ياخدوا كل الحاجات اللي هيحتاجوها. ولما بتلاقي منى المخزن ضلمه بتمثل انها مرعوبه وكيوت كده وبتطلب من كورا انه يمسك ايدها، فبيقول لها يا بنت كده جاتك القرف في حلاوه امك وبيفضل متجاهلها. وبعدين بتقول له ما تطلب لي حاجه بقى، فبيجيب لها كريب وبيقول لها يا رب نعدي الكريب ده على خير بقى. فبتقول خلاص جه ميعاد اهم خطوه في اليوم وهي ان امسك ايده. لكن الواد كورا لما بيشوف ان كل اللي واقفين على الجسر عيال فسقه بيقول لها يلا يا فنانه هنمشي من المكان العره ده، لكن هي ابدا بتقول له احنا لازم نروج للكافيه بتاعنا يا جدع. وبعدين بتوقع نفسها وبتقول له هات ايدك وامسكني. فالفنان بتغيب منه خالص وبيشيلها قبح من غير ما يلمس ايدها. ازاي مش عارف. لا ناصح برضه الفنان بيفضل طول اليوم متجاهلها ومش عايز يمسك ايدها لحد ما بتيجي واحده زميلتهم بتنادي عليهم وبتطلب منهم يجوا يساعدوهم. يامادا بيمسكوا الواد كورا وبيفضلوا يجلدوا فيه ويقولوا له ما ينفعش يا نجم تحرج البت كده، انت لا مش بتحس ولا جنس امك ايه. فبيشرح لهم ان هو عنده عقايد بيحترمها وان الراجل مش بتاع هلس ومسخره، ومع ذلك بيروح علشان يعتذر لها. لكن بيتفاجئ بالبت هيرو بتهزقه وبتقول له الا انت عارف لو ما احترمتش نفسك مع منى هزعلك وهجيب ناس تزعلك كمان. بعدها بيشوف قد ايه البت منى لطيفه وبتساعد كل الناس وبيقول انه فعلا قرب يقع في حبها لكنه ما يقدرش يعمل كده. ولما بيدخلوا الفصل بتكتشف منى انها ناسيه الكتاب بتاعها، وهنا الراجل اللي جوه كورا بيطلع بقى وبيعرض على منى انها تيجي تقعد جنبه ويبصوا في الكتاب سوا. لكن الفنانه ما بتصدق وبتروح تلزق فيه فجاه، فبيقول لها ما توسعي يا بت شويه وخلي عند امك دم. فبتقول له لا انا ما عنديش، وبتفرح وهي قاعده جنبه وبتشكره. والاول مره هو بيرد عليها وبيقول لها العفو يا بنتي. وحرفيا الفنانه بتبقى هتموت من الفرحه اللي هو على انا مش عارف اصلا يا صديقي الاوتاكو علشان قال لها العفو. يخرب بيت امك يا شيخه انت لا يا كرامتك فيك الشيبس ولا ايه. لما بترجع البيت بتفضل قاعده قدام المرايه بتقول بقى في قمر زي كده تبقى بتجري ورا واحد مهزق زي كرة وكمان ما يعبرهاش. تاني يوم بتصحى بتلاقي الدنيا بتمطر، فبتقول هو اليوم باين من اوله وبتاخد الشمسيه بتاعتها وبتنزل. وفجاه بتقابل كورة بتلاقيه واقف تحت المطره ومعهوش شمسيه، فبتقول فرصتي وجات لي وبتروح له بسرعه وبتساله هو ليه نازل من غير شمسيه. فبيحكي لها الحنين انه كان معاه شمسيه بس شاف قطه واولادها واقفين تحت المطره، ولان قلب ام قطه فالنجم ضعف وساب الشمسيه للقطه وعيالها. الله على طيبه قلبك يا فخر طوكيو، انت هتشلني يخرب بيت امك. بتعرض عليه منى انهم يتشاركوا في شمسيتها وبتطلب منه يمسكها هو لانه اطول منها، وبتستغل الفرصه وبتفضل تقرب منه وهو يبعد، هي تقرب وهو يبعد لحد ما بيقول لها وبعدين معاك يا فاسكا انتي، وبيبعد عنها لحد ما كتفه بيتبل وحرفيا مش بيقدر يقاوم كياتة البت. ما هي زي القمر وما فيهاش غلطه، حاجه كده فول اوبشن زي صديقي الاوتاكو تنفعك. المهم انهم لما بيقربوا من المدرسه بيقول لها ان لو باقي زمايلهم شافوهم داخلين سوا هيعتقدوا انهم مرتبطين. فمنى الواقعه بتقول له ماله ما يفتكروا يا عم اننا مرتبطين معادي، انا اصلا نفسي وهموت انهم يفتكروا كده. فبيقول لها بت ما تحترم نفسك ده انت واقعه جدا يعني. فبتقول له طيب يا سيدي خلاص ايه رايك ندخل من الباب الخلفي. فبيوافق على كلامها بس عشان حظهم المهبب بيلاقي البت اساه واصحابها في الصاله الرياضيه. واول ما البت بتشوفهم داخلين سوا بتقع على الارض والكره بتبقى على وشك انها تلبس في وش منى وتضيع لها ملامحها. فالكره بسرعه بيبعد الكره بايده. بعدها اساه بتعتذر لهم، فمنى بتقول لها ما حصلش حاجه يا نجمه ما فيش حاجه جت فيا اصلا، ولسه بتاخد كره من ايده وهتمشي. فاساه بتشدها
لها وبتقول لها تمشي تروحي فين يا فنانه، ده انا عايزاكي حتى. وبتاخدها وبتقول لها بت انت في حاجه بينك وبين كوره؟ فبتقول لها مفيش حاجه بينا، احنا اصحاب عادي جدا. فاساهي بتقول لها طيب بما انكم اصحاب عادي فمش عايزه اشوفك تاني معاه. والغريبه بقى ان البت اساهي الجحده دي اصغر منهم بسنه، بس البت مسيطره وجايبه من الاخر. بعد كده بتروح منى وبتحكي لهيرو على اللي حصل بينها وبين اساهي وبتسالها عنها. فهيرو بتقول لها ان البت اساهي دي اصغر منهم بسنه وتبقى نجمه فريق السله، ومن تصرفاتها كده واضح ان الفنانه معجبه بكوره. فبتتصدم منى. بعدها بتيجي اساهي وبتقول لها بت انا لو لمحتك مع كوره تاني همرجحك، فاهمه ولا لا؟ وهنا بتدرك منى انها داخله على حرب مع الحربايه اساهي. بعد شويه اساهي بتفضل مستنيه كوره قدام الفصل وبتقول له صباح الخير، فكوره بيرد عليها عادي. واول ما منى بتشوفهم بتتضايق وبتفتكر ان كوره معجب بيها، فبتقرر تنافسها وبتقول انها هتلعب سله علشان تلفت نظر كوره ليها. وحرفيا بتلفت نظر لا اله الا الله كلها ما عدا كوره اللي حرفيا ما بيكونش معبرها. فبتروح تقول له تعالى لي بقى يلا، تعالى لي لما اعلمك سله. وبتروح له البت اساهي هي كمان وبتقول له انا كمان هعلمك، ما هو انا مش هسيبك في حالك يا نجم. وبيفضلوا هما الاثنين يتخانقوا مين اللي هتدربه لحد ما النجم بيمشي وبيصرخ فيهم، فالاثنين بيتكسفوا وبيمشوا هما كمان. وتاني يوم بتلاحظ منى ان كوره ما جاش، وبما انه عيل دحيح فمش متعود يغيب، وعلشان كده بتسال اصحابه سينسي ويامادا. فبيقولوا لها انه امبارح تعب وجاله برد وقاعد بيموت في البيت. وطبعا الفنانه بتجلد في نفسها وبتقول ان اكيد اللي حصل له ده بسببها، وده لانها فاسقه وكانت كل شويه تقرب منه وهم تحت الشمسيه فالواد يبعد. وبتسمع اصحابه وهم بيقولوا انهم هيعدوا عليه بعد المدرسه، وبتقرر هنا الفاسقه انها تمشي وراهم علشان تعرف مكان بيته. وكل ده واساهي السوسه بتبقى واقفه وبتتصنت هي كمان على اللي بيحصل، وبتقرر انها تمشي وراهم هي كمان وتروح تطمن على كوره. ما هي مش هتسيب الحربايه منى تروح له برضه. المهم انهم بعد انتهاء اليوم الدراسي سينسي ويامادا بيروحوا البيت كوره وبيجيبوا له اكل وعلاج، وبنعرف ان كوره عايش لوحده لان اهله عايشين في مدينه تانية. في الوقت ده الحربايه اساهي بتقفش منى وبتقول لها خير بقى يا نجمه بتعملي ايه هنا؟ فبترد منى وبتقول لها عادي كنت بتمشى. فبتقول لها يعني انت سبت كل الاماكن وجايه تتمشى تحت بيت كوره؟ وبتقول لها يا بت انت مش قلت ان مفيش حاجه بينكم؟ ايه اللي جابك هنا بقى؟ فمنى بتقول لها وانت مال امك اصلا، انا جايه اطمن على كوره. في الاثناء دي بيخرجوا اصحاب كوره، فبعدها الفاسقين بيخبطوا على كوره وبيقولوا له احنا عرفنا انك تعبان فقلنا نيجي نزورك. فبيقول لهم طيب شكرا يا فنانات امشوا بقى. فمنى بتقول له لا نمشي ايه، ده انا لسه عامل لك لسان عصفور يا جدع. والتانيه بتقول له وانا هقشر لك برتقال، وبيزقوه وبيدخلوا. فبيقول لهم خدها يا بت انت وهي هنا، انتوا رايحين فين؟ انا عايش لوحدي، ما يصحش تدخلوا بيت راجل وحيد لوحدكم كده. فبيقولوا له يا جدع ما تقولش كده، هو فين الراجل ده بس؟ وسع وسع. وبيدخلوا عادي. بتبدا منى تعمل له الاكل، اما اساهي فمش بتعرف تطبخ ومش بتعرف تمسك سكينه اصلا. بعدها بتروح منى وبتاكله هم يا جمل في بقه. وبعد كده هما الاتنين بيتخانقوا مين فيهم اللي هتديله الدواء، وهو علشان يريح دماغه بياخده لوحده علشان هما الاتنين يسكتوا. بعد شويه هما الاتنين بيتخانقوا تاني، فكوره بيقول لهم ما تخلى عند امكم شويه دم بقى انا تعبان. فبيسكتوا وبيسيبوه يرتاح. بتستغل منى الفاسقه الفرصه ان البت اساهي خرجت وبتقرب من كوره وبتبقى عايزه تعمل له تنفس صناعي، لكن فجاه بتدخل عليها اساهي وبتشدها من هدومها وبتقول لها انت بتعملي ايه يا فاسقه؟ انت بتحبيه صح؟ فمنى بقى بتجيب اخرها منها وبتقول لها يا ست بحبه ومش هسيبهولك. وقتها اساهي بتفتكر اول مره قابلت فيها كوره وازاي وقعت في حبه من اول نظره، وعلشان كده بتحلف هي كمان انها مش هتسيب كوره وانها هتعمل كل حاجه علشان تخليه يحبها هي. وواضح كده ان الاتنين حرفيا هيقطعوا بعض عليها صديق الاوتاكو. بالليل كوره بيصحى من النوم وبيحس نفسه احسن وبيقرا الرسائل بتاعت اساهي وبتاعت منى، وبنشوف انه ميال اكتر ناحيه منى وانه معجب بها جدا، لكنه ما ينفعش يقول لانه ورث المعبد زي ما انت عارف يا صديقي الاوتاكو. تاني يوم بيروح المدرسه وهناك بيشوف منى وهي طبعا بتتكسف اول ما بتشوفه وبتتوتر لا يكون فاكر اللي هي عملته امبارح. واول ما بيقول لها انه عايز يقول لها حاجه بترتبك وبتقول له معلش يا نجم معايا تليفون. فبيستنى وبعدها بيقول لها انه عايز يكلمها اول ما تفضى، بس هي بتفضل تتهرب منه ومش بترضى تكلمه لحد ما فجاه بتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في اوضه الممرضه وجنبها كوره اللي بيكون قلقان عليها جدا. واول ما بتفوق بتقول له وانا جيت هنا ازاي؟ فبيقول لها انت هتستهبلي ما انت عارفه ان شيلتك. وبعدها بيقول لها شكرا لانك اهتمت بيا امبارح وبيسيبها ويمشي. لكن البت البومه كل اللي كانت بتفكر فيه هو الفاسق ده شالها ازاي، وبتتكسف ووشها بيحمر زي الطماطميه كده. تاني يوم في المدرسه كوره بيبقى واقف مع اصحابه الفسقه، وساعتها الواد يامادا المنحرف بيمسك تليفون كوره وبيحط له صوره عارضه ازياء مشهوره وهي لابسه مش لابسه. وطبعا الواد كوره اول ما بيشوفها بيتكسف جدا وبيخاف لحد يمسك التليفون بتاعه. في نفس الوقت منى بتبقى واقفه مع هيرو صاحبتها، ووقتها هيرو بتقول لها انها صورتها صوره حلوه وهي مع كوره وانها بعتت له الصوره دي. ممكن الواد يحس على دم امه ويشوف انهم لايقين على بعض ولا حاجه، فبتتضايق منى بسبب اللي صاحبتها عملته وبتقول لها يخرب بيتك انت ازاي تعملي كده، وبتبقى عايزه تمسح الصوره باي شكل. وفجاه تليفون هيرو بيفصل، وبكده منى مش بيبقى قدامها غير حل واحد وهي انها تمسح الصوره من على تليفون كوره نفسه. بتفضل تدور عليه في كل مكان لحد ما بتعرف ان فوق السطوح. ووقتها النجم بيقول لنفسه انه هيبص لصوره البت
البت الفاسقه اللي اصحابه حاطينها خلفيه وبعدين هيمسحها على طول، لكن فجاه الفنانه بتقفشه وبتقول له انت بتشوف صور بنات فاسقه على التليفون يا منحرف، وحرفيا بتعمل له فضيحه. فبيقول لها ما تهمدي هفهمك، وهي ما فيش هفضحك يعني هفضحك يا ابن اللذينه. المهم انها بتمسح صورتها وبتبص له بقرف وبتمشي. بعدها بتقول لنفسها انها احلى مليون مره من البت الملزقه اللي كان حاطط صورتها دي، وبتفضل متضايقه وبتبص له بقرف، وبعدين بتبعت له صورتها وبتقول له سوري بعتها بالغلط يلا. فبيروح ابن الجحده مسح الصوره، وحرفيا كرامه الفنانه بتتبعتر مليون حته. بعدها بتيجي البت هيرو وبتقول لها هتلبسي ايه في الهالوين، وبتتفق مع سينسي ويامادا انهم كلهم يروحوا يشتروا هدوم للهالوين. وقتها البت اساه اللزقه بتصمم تروح معاهم هي كمان. وفي الوقت ده بتفضل منى مركزه مع كورا وبتشوف انهي طقم هيعجبها اكتر علشان تجيبه. اما اساهي فبتقول انها هتختار طقم كيوت يظهر جمالها. وبنرجع تاني لمنى اللي بتراقب كورا وبتعتقد ان المعلم عاجبه لبس المومياء، فبتسيب كل حاجه في المحل وبتروح تلبس طقم الموميا. لكن المفاجاه ان الطقم بيبقى فاسق جدا، وبيتصدم كورا وبيقول لها يخرب بيتك ايه اللي انت قلعده يا بنتي. وبتتصدم هي كمان لما بتلاقي الطقم مش عاجبه، وان الطقم اللي كان عاجبه اصلا طقم الساحره. فبتتكسف وبتروح تغير هدومها بسرعه. بعدها بيتفقوا انهم هيحتفلوا بالهالوين في بيت هيرو، وبالفعل بيروحوا لبيت البت هيرو. وقتها بنشوف ان البت موانا جابت الطقم اللي عجب كورا وهو طقم الساحره، بتلبسه على اساس بقى ان كورا اول ما يشوفها يتسحر بجمالها. اما بقى البت هيرو فبتلبس لبس الشبح، وبالصدفه الواد كورا بيكون جايب نفس اللبس ده. وفجاه منى مش بتعرف تقفل السوسته، فهوب بتشد اول واحد تلاقيه لابس الشبح. وطبعا النجمه مش بتبقى عارفه ان اللي شدته ده يبقى كورا، وكانت عايزاه يقفل لها السوسته. وحرفيا الواد بيكون هيموت على نفسه من الكسوف ابن اللذينه، لكنه بيقفل لها السوسته. بعدها منى بتتفاجئ ان اللي قدامها ده كورا، فبتقول له يا فاسق يا منحرف انت بتستغل الفرصه وبتبص عليا. فبيقول لها انا برضو ده انت اللي افتكرتني هيرو. فبتصرخ في وشه، وبعدين بتنزل لصاحبتها وبتقول لها انا هعلمك علشان ما تلخبطش فيك انت وكورا، وبتربط لها جزء من اللبس بتاعها. وبعدين بيلعبوا مع بعض لعبه الموميا. وطبعا وقتها اساهي ومنى بيتخانقوا مين فيهم اللي تلعب مع كورا في نفس الفريق، وعلشان كده بيعملوا قرعه. لكن للاسف منى واساهي بيتخانقوا علشان سحبوا كورا عليها نفس الرقم. بس البت منى بتطلع ناصحه وبتقول لها بص العصفوره يا نجمه. ولما البت بتبص منى بتخطف منها الكوره، وبنعرف ان الفريق اللي هيفوز هيتصوروا مع بعض صور تذكاريه. بيتفاجئ كورا ان اللعبه عباره انه يلف منى بالمناديل، وطبعا الفنان بيتكسف وبسببه بيخسروا اللعبه. وحرفيا منى مش بتبقى طايقاه، ولما بتطلب منه يتصوروا سوا مش بيرضى، مع انه بيتصور مع كل البنات الموجوده ما عدا هي. بعدها بيجي وقت الصوره التذكاريه الجماعيه، وساعتها منى الفاسقه بتمسك ايد الواد وبتقول له انا هفضل وراك لحد ما اجيبك يلا. فكورا بيتخض كده، وتاني يوم بيفضل يجلد في ذاته وبيقول لنفسه انه امبارح كان قليل الذوق جدا مع منى، وانه اتصور مع كل البنات الا هي، وده لانه طبعا معجب بيها ومش عايز يقول لها. ومع ذلك يامادا وسينسي بيقولوا له يا نجم انت لازم تعتذر لها، لكنه اول ما بيشوفها بيتكسف ومش بيقدر يكلمها. فبتتعصب اكتر وبتقول له لا ده انت زودتها قوي يلا. وعلشان تكمل المدرسه بتخليهم ينظفوا الفصل، وبتحاول الفاسقه انها تغريه بس هو كالعاده بيكرف لها. فبتقرر تلفت نظره وترش عليه ميه، لكن فجاه بتلبسه بالجردل في وشه فبتتكسف وبيبقى شكلها كلاون جدا. لكن كورا بيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش يقصد انه ما يتصورش معاها، وهي كمان بتعتذر له وبتقول له انها ما كانتش تقصد تضايقه. والاول مره الفنان بيقول لها انا ما بزعلش منك يا منى. يا سلام على طيبه قلبك يا ابني. بالليل بيفضل يتفرج على صوره مع منى وبيقول انه بيحبها بس مش هينفع يقول لها. وتاني يوم منى بتجيلها رساله وبتعرف ان مومو صاحبتها الانتيم وصلت طوكيو. والمعلومه هنا ان بقالهم سنه ونص ما شافوش بعض يا صديقي الاوتاكو. على الجانب الاخر البت اسايا بتفضل تراقب كورا من بعيد، وبتشوف صاحبتها الفاسقه اللي بتفضل تقول لها هو انت هتقضيها حب من بعيد لبعيد كده يا بنتي؟ قومي يا بت وروحي عبري له عن حبك واعملوا له تنفس صناعي. فبتفضل اسايا تفكر في كلام صاحبتها. بعدين بتقول في سرها طيب ايه يعني لما اقرب من كورا اكتر؟ مش يمكن الواد مكسوف ومش قادر يبين لي حبه وبسبب كده مش بتبقى مركزه، وبيقع منها الكارنيه المدرسي ومش بتبقى واخده بالها. ومش محتاج اقول لك انا بقى يا صديقي الاوتاكو ان كورا هو طبعا اللي بيلاقي الكارنيه وبيروح يديهولها، وطبعا هي بتشكره. ووقتها صاحبتها بتقول له ان اساها عازمها على الغدا علشان هو جنتلمان ورجع لها الكارنيه. فكورا الحنين مش بيرضى يكسفها وبيوافق عادي، وبيمشي بمبدا مزه واحده لا تكفي يا جدعان. بعد شويه بتروح اساها هي وكورا الملعب وبتجيب له اكل كتير جدا، وفجاه بتربط عينه بقماشه وبتقول له مجهزه لك مفاجاه. فالنجم مش بيدي اخوانه، واول ما بيغمض عينه الفنانه بتقرب منه وبترزعه تنفس صناعي على خده. فالواد بيتكسف وبيقول لها انت بتعملي ايه يا فاسقه يا منحرفه انت؟ اما بقى منى فبتروح تقابل مومو صاحبتها اللي بتبقى حرفيا امز منها يا صديقي الاوتاكو، وكل الشباب اللي في الشارع بيعجبوا بيهم. المهم ان مومو بتقول لها ايه اخبار الحب؟ مفيش يا بت واد كده ولا كده بيحبك؟ فبترد عليها منى وبتقول لها لا مفيش حد معبرني. فبتقول لها انت كدابه يا بت، انت كدابه يا ابو صلاح. والحقيقه ان منى مش بتبقى عايزه تحكي لصاحبتها على خيبتها وان طيبوا الارض بيحبوها ويتمنوا يرتبطوا بيها ما عدا ابن الجحده كوره. وبالصدفه بيشوفوا الواد كوره، ووقتها منى بتتكسف وبتقول له يخرب
يخرب بيتك انت بتيجي على السيره ولا ايه. وطبعا مومو الحربايه بتاخد بالها وبتقول له شكلك زميل منى في المدرسه، وبتشده من ايده وبتقول له لازم تيجي تقعد معانا وتاكل، وهو مش بيبقى عايز يقعد. لكن على مين؟ البت مومو المفتريه بتشده من ايده وبتقول له ولا مش هتسيب كرسي الا لما تقعد عليه، وبتخليه يقعد غصب عنه وهو بيحاول يتجاهل مزازاتهم الغير طبيعيه وبيقاوم حلاوه امهم، وده لان الواد وارث معبد بقى وكده. بتلاحظ مومو ان البت منى وشها بيحمر وبيبقى زي الطماطمايه، فبتقول لها متاكده يا بت انك مش بتحبيه؟ فبتقول لها منى ايوه متاكده، مستحيل احبه اصلا. فبترد عليها مومو بتقول لها طيب ما تزعليش بقى لما اشقطه، اصل الواد مز بصراحه وعاجبني. بتفضل مومو الفاسقه تحاول تغريه ومش بتسيبه في حاله، وبتقول له بقول لك يا نجم والنبي اقفل لي انت السوسته. فكوره بيقول لها انت مش متربيه يا بت وبيصرخ في وشها. اما منى فبتقول لها ما تحترمي نفسك يا وليه، احترمي نفسك يا وليه. وهنا مومو بتضحك وبتقول لمنى انت بتموتي فيها يا بت شكلك. لكن برضه منى بترفض انها تعترف انها بتحبه. وتاني يوم بيتفاجئوا كلهم ان مومو بقت زميلتهم في الفصل، وده لانها اتنقلت وقررت تعيش في طوكيو. وطبعا كل الطلاب اول ما بيشوفوها بينبهروا بجمالها، وبينبهروا اكتر لما بيعرفوا ان هي ومنى يبقوا اصحاب. المهم ان البت مومو المنحرفه بتفضل تقول لهم ان منى معجبه بحد فيهم، وطبعا منى بتشدها بسرعه وبيخرجوا وبتقول لها تبطل اللي هي بتعمله ده. بتفضل تزعق فيها وتقول لها انا مش بحب كوره وانت مش لازم تثبتي حاجه يا بنتي. فمومو بتقول لها على ماما انا عارفه ان كوره كارفلك وان هو الوحيد اللي مش معبرك. وبيتضح فعلا ان البت مومو حافظه منى اكتر من نفسها، وقتها بتعترف منى انها بتحب كوره وهو كارف لها، وبتسال مومو تعمل ايه علشان يحبها. بيتفقوا هما الاتنين على خطه علشان يشقطوا بيها. بعدها منى بتقول لها ان في بنت حربايه اسمها اساهي هي كمان بتحب كوره. فمومو بتقول لها ما تقلقيش وبتروح تتعرف على اساهي اللي بتقول لها بعيد عني يا بت انت، انا مش عايزه ابقى صاحبتك اساسا. فمومو مش بيفرق معاها الكلام ده وبتقول لها انا بقى عايزه ابقى صاحبتك عادي جدا، وبتاخدها وتمشي علشان توسع الطريق لمنى وتخليها تروح تكلم الواد كوره. لكن البت اساهي ما بتطلعش سهله برضه يا صديقي الاوتاكو، وبتقرر تضايق منى وبتقول لها اسكتي مش انا عملت تنفس صناعي الكوره. وقتها منى بتتصدم وبتقول ان كوره اكيد بيحب الحربايه اساهي والا ما كانش عمل لها تنفس صناعي. وبتسمع كلامهم مومو وبتتضايق علشان خاطر صاحبتها منى، فبتدخل تقول لمنى ما تزعليش وسيبك من المهزأ ده. لكن منى بتمثل انها مش فارق لها وحرفيا بتبقى بتغلي من جواها. بتفضل تفكر لحد ما حرفيا بتبقى هتفرقع من الغيظ. بتقول ان البت اساهي دي عقربه اصلا وممكن جدا تكون غفلته وعملت له تنفس صناعي غصب عنه، وساعتها بس بتبدا تهدى وتبطل غيره امها دي. وتاني يوم منى بتروح المدرسه وبيبقى واضح عليها انها ما عرفتش تنام من امبارح. بعد شويه بيجي كوره والاول مره بيقول لمنى صباح الخير، ومنى حرفيا كل اللي بتفكر فيه انها تعمل له تنفس صناعي هي كمان. اما بقى مومو فبتقرر تساعد صاحبتها وبتعرض عليهم يخرجوا سوا ويروحوا الملاهي. بس على مين؟ البت اساهي الحربايه بتقول له انها عايزاه يركب القطر السريع معاها، وبتقول له كمان يقعد جنبها علشان هي بتخاف. وهنا مومو بتقول له لا يا امور انت هتقعد مع منى لانها برضه بتخاف، وعلشان كوره يريح دماغه منها فبيقول لها انه هيركب مع الاتنين دي مره ودي مره. واول ما بيركب مع اساهي بتروح المنحرفه ماسكه ايده وهو اصلا بيكون ميت من الرعب بس خايف يقول. واول ما بتشوفهم منى بتقول لاساهي يا فاسقه يا منحرفه، وبتحلف لا تمسك ايده هي كمان. لكنها لما بتركب معاه النجم بيسالها هو انت في راجل في حياتك؟ فبتتصدم منى من سؤاله وبتفضل طول اللعبه متنحه ومكسوفه ترد عليه. فبيعتقد هو انها كرفت له ومش عايزه ترد عليه. ولما بينزلوا مومو بتقول له يلا بقى روح انت ومنى واشتروا لنا اكل، وفعلا بيروحوا مع بعض. وهناك الراجل بيسالهم انتوا مرتبطين؟ وده لان بيكون في عروض للمرتبطين. فمنى الفاسقه بتقول للراجل احنا مرتبطين يا عم. فالراجل بيقول لهم اذا كنتوا مرتبطين فعلا اعمل لها يلا تنفس صناعي. فالبت منى بتقرب منه وهو بيقول لها يخرب بيتك يا فاسقه انت بتعملي ايه؟ فبتقول له ايه مش شايف هعمل لك يا ابني تنفس صناعي؟ انت مصدوم كده ليه؟ ده انت مؤدب جدا يعني. لكنها اول ما بتبص في عيونه بتتكسف وبتزقه وبتجيب ورا وبتقول للراجل انهم اصلا مش مرتبطين. بعدها اساهي بتقول انا مش هسيب كوره وبتاخده وبتقول له ايه رايك تركب معايا قطر الرعب؟ فالنجم بيقول لها ماشي، وبعدين بتاكله هم يا جمل في بقه فبيقول لها ماشي برضه. الصراحه النجم بيريح دماغه منهم هم كلهم يا صديقي الاوتاكو اصلا. وطبعا منى بتشوفه وبتتضايق جدا. فمومو بتفكرها بزمان وانها كانت موقعه نص شباب المنطقه في حبها، وبتقول لها اجمدي كده يا بت محدش هيعرف يشقط الواد غيرك اصلا، وبتنصحها تتعامل على طبيعتها. وبتفضل منى تفكر في كلام مومو وفجاه بتتوه منهم، وعلشان حظها اسود بيجوا شويه ناس وبيزقوها فالموبايل بتاعها بيقع في النافوره وبيتكسر وبتبقى تايهه. بتفضل قاعده لوحدها. بتلاحظ مومو غيابها وبيقسموا نفسهم وبيروحوا يدوروا عليها. وفي الوقت ده منى بتكون بتفكر في الجراح واللي عدى واللي راح. وفجاه بيجوا شابين وبيفضلوا يضايقوا فيها، لكن فجاه واحد منهم بيمسك ايدها وقبل ما يعمل معاها الغلط بيجي المعلم كوره وبيقول لهم ايدك يلا انت وهو من على حبيبتي، وبيقول لهم ان اللي هيقرب من منى هيمرجحه. فبتفرح منى جدا لان ده اول مره كوره يدافع عنها. فبتساله هو انت فعلا بتحبني؟ فبيتكسف كده ووشه بيحمر ومش بيرضى يرد عليها. بيقول لها انهم لازم يمشوا ويرجعوا علشان اصحابهم قلقانين.
فرحانين، لكن فجأة بيجوا شوية ناس وبيزقوه وبيوقعوا تليفونه هو كمان وبيتكسر، وبيبقوا هما الاتنين تايهين وبائسين وحالهم ما يعلم به الا الله. بيفضلوا ماشيين سوا وهي بتبقى ميتة من الفرحة وبتقول ان لو البت اساها عرفت هتتشل، بتخطط ازاي تضايق اساهي. بعدها بيشوفوا الساية الدوارة وبتطلب منه انهم يركبوا سوا، وبتقول له انهم لو ركبوا هيبصوا على الملاهي من فوق وبالتالي هيعرفوا يحددوا مكان اصحابهم. والنجم بيصدقها وبيركبوا المراجيح، والواد كرة بينبهر وبيبقى فرحان وبيقول انه بقاله كتير مركبش المراجيح كده، وبيفضل متنش منى خالص لحد ما الفنانة بتقرر تطبق الخطة دال ولسه قايمة علشان تقعد جنب كورة، بتقع فوق بنت اللذينة. وقتها بيقربوا من بعض وبتفتكر كل اللحظات اللي عدت بينهم وبتحس فعلا انها بتحبه، فبتتكسف منه وبترجع مكانها بسرعة وبتقول له ولا احترم نفسك يلا وابعد عني. فبيقول لها بت وانا جيت جنبك، اي نعم انا هموت واجي بس ما جيتش. وبيعترف لها لاول مرة انها امز بنت هو شافها في حياته، على الرغم انها مجنونة شويتين بس قمر في كل احوالها. وفي الوقت ده منى حرفيا بتتكسف وخدودها بتحمر وبتتكسف اكتر لما كورة بيقول لها انه قلبه بيدق بسرعة وهي موجودة. وغالبا كده الفنان بينهار يا صديقي الاوتاكو، وهي كمان قلبها بيدق بسرعة وبتقول له على مشاعرها. بعد اللي حصل بينهم بينزلوا هما الاتنين وبيبقوا مكسوفين ومش بينطوا ولا حرف. فالكورة بيقول لها جرى يا نجمة انت هتفضلي سايلنت كده كتير، مش معقول كده يعني. وبيقول لها لا اظبطي كده لحسن مومو وهيرو العقارب يفكروا ان عملت لك حاجة وانا اصلا غلبان وعلى الله حكايتي. وفعلا اول ما هيرو بتشوفها بتقول لها انا كنت قلقانة عليكي جدا، اوعي يكون الواد الفاسق ده عمل حاجة كده ولا ضايقك. وبرضه بتيجي مومو وبتزيط وبتقول لها يا بت اوعي يكون المنحرف ده اتحرش بيك او حاجة. فبتقول لها يا ست ما تتنيلي بقى، يا ريت يعملها ده اصلا عيل اهبل. المهم انها بتقول لهم انه بدا يلمح لها بالاعجاب وانها اتاكدت من ان البت اسال الحربايه دي مش في دماغه اصلا. بعدها بتقول لهم انها حاسه بالتعب وعايزه تروح وبتطلب منهم يكملوا خروجتهم عادي، لكنهم بيقولوا لها الخروجه ملهاش معنى من غيرك يا جميل. وطبعا الواد كوره بيقلق عليها لكنه بيخاف يبين. بعد كده مومو بتاخدها وبيتشعبطوا في اتوبيس، ومنى بتقول لها انت يا بت منتنه انت ما كنت تسيبينا نركب تاكسي، عاجبك يعني المرمطه دي؟ فبتقول لها اه عجباني، لو مش عاجبك انزلي انت اركبي. وبتسالها عن اللي حصل بينها وبين كوره في المرجحه بالتفصيل، فمنى بتقول لها ما تحترمي نفسك بقى يا بت فاسقه. بس البت مومو غيتتها ومش بتسيبها غير لما منى بتعترف لها انها وقعت في حبه. بتفضل مومو تضحك وتقول لها وقعت في حبه زي الجردل يا بوما، وبتسالها وبتقول لها طيب هو بيحبك ولا لا؟ فمنى بتقول لها شبه اعترف هو كمان. بعدها البت منى بتقول لها ابوس ايدك اوعى حد يعرف اني بحب الواد الفاسق ده. فمومو بتقول لها عيب عليك يا منى ما تقلقيش سرك في بير يا بنتي. ولما بترجع منى البيت بتحس انها تعبانه بجد وحرارتها بترتفع وبيجي لها حمى، وبتقول في سرها يخرب بيت امك يا كورة يا ابن الفاريه، شكل وشك هيبقى نحس عليا. وتاني يوم منى بتكلم مومو فيديو كول وبتقول لها انا تعبانه ومش قادره اجي المدرسه. فبتقوم البت مومو الفاسقه وبتقول لها علاجك عندي يا نجمه، وبتاخد التليفون وبتوديه بسرعه الكوره وبتقول له المزه بتاعتك تعبانه. وطبعا الواد كوره الكحيان اول ما بيشوف منى بالبيجامه بيتهطل من فرط الكياته وبيقول لها يخرب بيت حلاوه امك يا فنانه، هموت انا اوفر دوز سكر يا جدعان. فالبت منى بتتكسف هي كمان وخدودها بتحمر زي الفراولايه كده، والصراحه البت زي القمر وحاجه كده في الاوبشنز يا صديقي الاوتاكو. المهم ان النجم بيقول لها سلامتك ان شاء الله هيرو ومومو وانت لا يا بنتي، وبيقول لها خدي بالك من نفسك وكلي كويس بقى، وبيبقى عايز يقفل معاها لانه بيكون مكسوف. بس البجحه بتقول له تقفل ايه انا خلاص بقيت زي الفل يا جدع. وبتفضل ترغي معاه وتساله خدوا ايه النهارده في الرياضه والانجليزي، وبتطلب منه انه يشرح لها كل الدروس اللي فاتتها النهارده. وتاني يوم بتروح المدرسه وهي مقرره انها تطلب من كوره انهم يخرجوا في ديت سوا، وبتقول انها مش هتسمح للحرباء اساهي انها تقرب من كوره تاني. وبتروح للفنان وبتطلب منه انهم يخرجوا في ديت، وقبل ما تنطق كوره بيقول لها صباح الفل يا فنانه. فالبت بتنهار وبتقول له ده اول مره تعبرني فيها، وحرفيا بتموت من الفرحه وبتقول له انا بحبك. وقبل ما هو يجاوب عليها بتخرج وتسيبه وتجري بنت المجنونه، عاش عليك يا نجمه والله. المهم يعني يا صديقي الاوتاكو انهم في النهايه بيرتبطوا وكل واحد بيعترف للتاني بحبه وبيعيشوا حياه ملزقه ما يعلم بها الا الله، وبينتهي الانمي. وفي النهايه طبعا لو عجبك الملخص ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات علشان توصلك كل انمياتنا اول ما تنزل. وسلام يا فنان.